وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا التقي بك اليوم. سؤال حلقة اليوم يقول: من هو الوحش وما هو مغزى الرقم 666؟ لما ظهر الكمبيوتر البعض أطلق عليه سمة الوحش. لما ظهر استخدام الإنترنت البعض أطلق عليه سمة الوحش. لما ظهر الفيزا كارد اللي ممكن بورقة في جيبك وبرقم سري باسورد ممكن تبيع وتشتري وتسحب فلوس وتودع فلوس، الناس قالت عليه سمة الوحش. لما ظهر كورونا فيروس على الساحة الصحية العالمية وطلع ما يسمى بالفاكسين، التطعيم والمصل ضد فيروس كورونا، ناس قالت عليه إن هو سمة الوحش. وهذا يقسم الناس إلى فريقين، مؤيد ومعارض. الحقيقة احنا محتاجين عشان نعرف يعني إيه سمة الوحش نعرف أصلا يعني إيه الوحش. من هو الوحش؟ الوحش هو شخصية ستأتي على مسرح الأحداث بعد اختطاف الكنيسة في منتصف أسبوع الضيقة. احنا عارفين لما الرب يسوع المسيح يجي ياخد المؤمنين يخطف الكنيسة من على الأرض في 7 سنين اللي هي أسبوع دانيال ال70، تنقسم لقسمين: 3 سنين ونص مبتدأ الأوجاع، 3 سنين ونص اسمها الضيقة العظيمة. في منتصف الأسبوع يعني بعد 3 سنين ونص يطرح الشيطان من دائرة السماء إلى الأرض، يأتي بغضب عظيم إلى الأرض، يعمل تحالف مع شخصيتين في منتهى الرداءة، وهو شخصية النبي الكذاب وشخصية الوحش الروماني. شخصية النبي الكذاب شخصية دينية من إسرائيل، شخصية الوحش الروماني شخصية سياسية من أوروبا المتحدة أو إمبراطورية روما العائدة إلى الحياة. الكلام اللي أنا بقوله كلام عام، لكن لما نحط أجزاء كتابية جنب بعضها الصورة تتضح أكتر. في دانيال 2 الأعداد من 40 ل 45 يشرح دانيال الحلم الذي رآه نبوخذ نصر. زي ما حضراتكم فاكرين كان فيه تمثال مكون من 4 أجزاء، الرأس من ذهب، دانيال قال له دي مملكة بابل، وبعدين الصدر والذراعان من فضة، دي مملكة مادي وفارس، وبعدين الحقوين والفخذين من نحاس، ودي مملكة اليونان، إلى أن القدمين من حديد، لغاية ما نوصل إلى أصابع القدمين 10 صوابع، وده حديد مختلط بخزف. قال دانيال إن المملكة الرابعة هي مملكة الرومان، لكن في أيام المملكة اللي هي عبارة عن 10 صوابع القدمين، 10 أصابع القدمين، اللي هي الامتداد للمملكة الرومانية اللي هتبقى اسمها مملكة الوحش. الرب باعتباره الحجر هيضرب تمثال أزمنة الأمم، يعني يقضي على أزمنة الأمم التي سادت على أرض إسرائيل، وبعدين الرب يؤسس ملكوته الألفي السعيد. يقول في دانيال 2 عدد 44: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. يقصد مملكة المسيح التي تيجي تقضي على مملكة هذا الوحش اللي هو الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة. لو رحنا لدانيال 9 الأعداد من 25 ل 27 يقول: فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وده تم في الماضي. وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، يعني تنتهي هذه الفترة بموت المسيح وليس له. وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس. شعب رئيس آتي، الرئيس الآتي اللي هو هيجي بعد كده الوحش، شعبه اللي هو الشعب الروماني ده اللي جه سنة 70 ميلادية وخرب القدس وخرب المدينة، وانتهاؤه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. لكن عدد 27 في دانيال 9 بيتكلم عن المستقبل، بيقول عن هذا الرئيس الآتي اللي هو الوحش: ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. عايز يقول في العدد الأخير ده إن الوحش لا يكون زعيم أوروبا اللي هي الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة بعد اختطاف الكنيسة، ذات 10 ممالك متحدة أو ذات 10 قرون زي ما قال لنا سفر دانيال. هيكون هو الزعيم السياسي الوحش اللي هيعمل معاهدة مع كثيرين، لكن في منتصف ال7 سنين لما الشيطان يديله قدرته مع النبي الكذاب هيعمل إيه؟ وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة التي تقدم في الهيكل اللي يبنوه اليهود بعد اختطاف الكنيسة، وعلى جناح الأرجاس مخرب هيحط صورته والعبادة الأصنامية في الهيكل، وده هيستدعي إن ملك الشمال يجي يخرب أرض إسرائيل. ده تتميما للكلام اللي بعد كده: حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. هيجي ملك الشمال عشان يخرب أرض إسرائيل نتيجة الشر اللي عملوه في أرض إسرائيل وعبادة صورة الوحش، وبكده الله كمان يقضي على الملك الشمال اللي هو الأشوري، ويقضي على الوحش ويقضي على النبي الكذاب. إذن من هو الوحش الخارج من البحر؟ هو زعيم سياسي سيأتي على رأس إمبراطورية روما العائدة إلى الحياة. نفهم الكلام ده كمان من سفر الرؤيا أصح 13، يقول: ثم وقفت على رمل البحر
فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. هو ده الوحش اللي طالع ليه 10 قرون، لأن هيعمل تحالف من 10 دول في أوروبا المتحدة، وهي الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة. يقول في عدد 4: وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف. آخر جزء في عدد 18 يقول إيه؟ يقول: هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان. عدده كام؟ يقول 666. 6 6 6. إيه 6 6 6؟ البعض طبقها على حاجات كتيرة جدا، وعلى أسماء أشخاص وزعماء دينيين وسياسيين. رقم 6 ده رقم الشر والنقص. نتذكر أن الإنسان خلق في اليوم السادس، ونتذكر أيضا أن جليات الفلسطيني الذي عير شعب الله كان طوله 6 أذرع وشبر، ونتذكر أن كان له أخ طويل القامة أعنش أصابعه 24، يعني 6 صوابع في إيدين، 6 صوابع في إيدين أخرى، 6 صوابع في كل قدم من القدمين، 24. لما يكون 6 رقم النقص وستتين النقص مضاعف، 3 ستات، 6 6 6، يعني النقص المركب والنقص المضاعف قدام الله. الشخصية التي ستأتي على مسرح الأحداث تمثل الشر والنقص والعجز المضاعف في عيني الله. ربما يكون قيمة العدد بتاع حروفه 666، أو أنه يمثل الشر في كل صوره أمام الله. في كل الأحوال سيقضي الرب على هذه الشخصية الشريرة قبيل تأسيس الملك الألفي السعيد. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.